أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حديثنا لهذا اليوم: نقد نظرية الأوتار. بعدما استقرت العلوم الحديثة على أن القوى التي تحكم الطبيعة والكون وهي 4 قوى: القوة الكهرومغناطيسية، والقوة النووية الشديدة، والقوة النووية الضعيفة، والقوة الجاذبية. القوى الثلاث الأولى نفهمها من خلال نظرية الكم، وهي دراسة كمية الطاقة في مكونات الذرة. وضع هذه النظرية ماكس بلانك من أقطابها نيلز بور. أما القوة الجاذبية فنفهمها من خلال النظرية النسبية التي وضعها ألبرت أينشتاين، وهي تهتم بالكتل الهائلة للمادة من كواكب ونجوم ومجرات. إلا أن المعضلة التي واجهها معلماء الفيزياء أنه بالنسبة إلى هاتين النظريتين الكمومية والنسبية، إن أراد توحيدهما تدمج عن هاتين النظريتين أنه تدمير الواحدة إلى الأخرى في تنافر لم يستطع العلماء إيجاد حل لها، حتى أن ألبرت أينشتاين في 30 سنة الأخيرة من حياته ركز على وضع نظرية التوحيد الكبير، أنه يجمع بين هاتين النظريتين في نظرية واحدة، ويكون هنالك معادلة واحدة، معادلة فيزيائية واحدة إلى القوى ال4 تتحكم في الطبيعة والكون. واستمر هذا الحال إلى 1968، وبشكل غير مقصود انطلقت الخطوة الأولى، الخطوة التمهيدية الأولى إلى نظرية الأوتار، إذ أن العالم الإيطالي جبرايل فيزيانو كان يبحث عن معادلة إلى القوة النووية الشديدة، أنه كيف تحافظ على تفاعلاتها وتكون متماسكة في نواة الذرة. وفي مكتبته عثر على كتاب يعود إلى العالم السويسري ليونارد يولر في القرن ال18، توفي 1783. هذا الكتاب ساعده إلى حد كبير في إيجاد السلسلة الرياضية التي تصف تلك التفاعلات النووية الشديدة إلى الذرة عبر معادلات رياضية، حتى أنه استغرب كيف أن هذا الكتاب وهذه المعادلة الرياضية أهملت على أنها مجرد فضول رياضي، ولكن ساعدته على إيجاد هذه السلسلة المعادلة الرياضية في إيجاد هذا الوصف، إضافة إلى أنه أشار إلى تلك الخيوط أو تلك الأوتار، حتى أنه سمى هذه المعادلة على يولو. لأن الفيزيائي الأمريكي ليونارد ساسكند وجد أن هذه معادلة يولر أنه ليس فقط تبحث في وصف التفاعل النووي الشديد وتشير إلى تلك الأوتار، بل أنه هذه الإشارة استرعت انتباهه وبدأ يركز عليها، أنه أشار أنه فيها اهتزازات. بعد أن ركز على هذه الخيوط أو هذه الأوتار وجد أنها فعلا ذات رؤوس يعني حرة الطرفين، وأنها تتحرك بشكل اهتزازي دائري. قدم هذا البحث للنشر، إلا أنه رفض بدعوى أنه ليس بأهمية علمية، مع أن مواطنه جون شوارتز أجرى تعديلات على هذه النظرية،
فرض لكي يكون هناك لا سيما من جانب الجاذبية، فرض أن هذه الخيوط هي أصغر ب100 مليار من جزيء من نواة الذرة، لكي يكون هناك وصف ضمني إلى الجاذبية. ومع ذلك طيلة السبعينيات من القرن العشرين انزوت وبقت هذه النظرية في الظل، إلا أن شوارتز عمل بالتعاون مع الفيزيائي البريطاني جرين. أثمر هذا التعاون في عام 1984 إلى نقلة نوعية ومنعطف كبير في الفيزياء، بعدما ألغي فكرة الخروج عن القياس في النظرية الوترية الأولى، ووضعوا أيضا أبعاد أخرى فوق الأبعاد التقليدية الأربعة اللي هي الطول والعرض والارتفاع والزمن. هذه النقلة النوعية الفيزياء جعلت بعض علماء الرياضيات وأيضا الفيزيائيين على علماء الفلك يهتمون بهذه النظرية، لأنه فعلا فيها شيء يسترعي الانتباه وفيها نتائج. وأصبح بعد فترة أنه هذه النظرية لها اهتماماتها، وأنها تنص على أنه العالم والكون ليس هو الوحيد في الوجود، وأنه هنالك عوالم وأكوان تتواصل ومتداخلة مع بعضها البعض، كما أن هنالك قوانين فيزيائية قد تختلف عن القوانين الفيزيائية التي موجودة في الطبيعة والكون الذي نحن فيه. إضافة إلى أنه هذه الأوتار بلا سمك، وأنها تنتشر على هيئة نسيج في الكون، واهتزازاتها هي التي في تناسب معين تنتج منها الجسيمات، ويكون التركيب بحسب هذه الاهتزازات، هل هي مادة جامدة قوية أو لينة أو غازية وهكذا. إضافة إلى أنه قالوا المكان بالنسبة لهذه النظرية ألغي، المكان التقليدي المعروف على أنه امتداد أفقي مسطح للطبيعة وللكون، وقالوا أن ليس سطحي وإنما فوقي، بناء عمودي، وليس كما هو معلوم بين المكانين بين المسافتين أفقية. بلا شك هذه النظرية لاقت ذلك الإقبال وذلك التزايد أو تهافت العلماء عليها. في 1995 عمل إدوارد ووتن نظرية اسمها نظرية أم، ثم سميت وتسمي أيضا بنظرية كل شيء، أنه بعد ما تكاثرت النظريات الوترية في هذا الجانب حتى أنه إحداها تنص على 26 بعدا، جمع هذه النظريات الخمسة وغزلها وجمعها في نظرية واحدة، نظرية الأم. واستناد في السنة اللي بعدها في عام 1990 استند على هذه النظرية العالمان أندرو سترومينغر وكومرن فافا، أنتج نوع من الثقوب السوداء على ضوء ما تم إنتاجه من ذرة الهيدروجين عبر معادلات رياضية معقدة مستمدة مما توصل إليه جاكوب بيكنشتاين وستيفن هوكينج، وأكد على أنه بعض الثقوب السوداء فيها من الفوضى، وكانت فعلا نتيجة مثيرة للانتباه وأيضا نقلة فجائية كبيرة في الفيزياء. إلا أن كما يقول العلماء الوتريون أنه قد حققوا الهدف الرئيس بجمع هذه القوى الأربعة بمعادلة واحدة، وأن النظريتان المتنافرتان قد أجمعا في نظرية واحدة. فهل فعلا حقق الهدف؟ الحقيقة المعضلة في النظرية الوترية أنه تقوم على أسس نظرية خيالية،
بمعنى دق المعادلات الرياضية الخيالية فوق العادة، إضافة إلى الرسوم الهندسية الوهمية. وكما هو معلوم في الفيزياء والعلوم المادية بشكل عام، أنه يقام في المختبر على البرهان والمشاهدة، وإن لم يكن هناك مشاهدة على الأقل فيما تتركه من آثار تدل على حقيقة تلك الاختبار أو تلك النتيجة. غير ذلك لا يعتبر، بل يعتبر مجرد افتراض. وفي العلوم هنالك افتراضات مضى عليها سنين وعقود، بل وحتى قرون، ومجرد بقت فرضيات لا يؤخذ بها، لأنه ليست خاضعة إلى الاختبار وإلى المشاهدة، مثل نظرية لابلاس ونظرية النظرية الغازية لنشوء الكون. والحقيقة حتى أنه أدوارد ووتن في نظريته قال هنالك معضلات بحاجة إلى تعديل داخل النظرية، مع أنه بالغوا فيها وقالوا هذه نظرية نهاية الفيزياء، أنه هي نظرية كل شيء، استنادا على الفكرة أنه الكون عبارة عن تلك الأوتار المتناهية الصغر وعلى هيئة غشاء في الكون. هذه الأوتار نستطيع أن نفهم كل شيء في العالم وفي الكون إذا فهمنا هذه الأوتار، تماما مثل معرفتنا إلى أوتار العود أو أوتار الكمان وعزفهما المختلف. فإن الكون عبر هذه الأوتار هي الأوتار النغمية له. كلما عرفنا هذه الأوتار عرفنا كل شيء، في حين أن هذه الأوتار هي مجرد افتراض لم يتم إثباته في المختبر، بل أن جون شوارتز وضع 8 نقاط رئيسة يعترف بأنه هذه النظرية بحاجة لها، لم تحل هذه المعضلات ومجرد علقة في الفضاء الخيالي. نشير إلى النقطة الأولى من النقاط ال8، أنه يقول نحن فرضنا جسيم عبر معادلات رياضية إلزامية، في حين الجسيم يأتي في المختبر عبر جسيمات عبر البرهان والمشاهدة لكي يؤكد إثباته. السؤال الذي يثير الحيرة أنه لماذا هؤلاء الوتريون لا سيما بعض علمائهم الملحدين يصرون على أنه رغم هذه الخيال والأوهام على أنه حقيقة. والسبب في ذلك أنه عندما يصل إلى النتيجة النهائية للمادة يكون هنالك لا خالق لهذا العالم ولهذا الكون ولهذا الوجود، لا وجود إلى الله. هذا هو هدف الماديين الوتريين، أنه وصلنا إلى بعد التشطير، لا تزال نظرية الكم تقوم بتشطير المادة، ووصلوا إلى الكواركس، ومع ذلك لم تكن هذه هي النهاية، وإنما شورتز افترض تلك الأوتار ب100 مليار مرة أصغر من جزيئة نواة الذرة لكي تكون هي النهائية، ولكن هذا كما قلنا افتراض لم يخضع إلى البرهان، لم يخضع إلى التجربة، لم يخضع إلى المشاهدة. هذا هو السبب. ومع ذلك نأخذ مبدئين، أنا شخصيا نطرح مبدئين في هذا الجانب: مبدأ سقراط للحوار، والمبدأ المقارن لكي نخرج بنتيجة. مبدأ سقراط نقول لنفترض أنه هذا الوهم وهذا الخيال هو حقيقة، لأنه ادعاء بعض العلماء نظرية الأوتار الفائقة أنه لم نستطيع إيجاد أو معاينة أو الكشف عن تلك الأوتار، لأنه التقنية العلمية الآلات اللي وصلنا لها لم تصل بعد، وإنما تركوا هذا المهرب بين قوسين إلى المستقبل لحين ما تتطور التقنية العالية ونصل إلى صناعة آلات تستطيع أن تثبت لنا مشاهدة تلك الأوتار. هذا كما قلت هروب إلى المستقبل. على أي حال وفق مبدأ سقراط لنفترض هذا الأمر هو حقيقة لكي نصل إلى الإثبات أو إلى الإنكار. أيضا في هذه الحالة كما هم افترضوا تلك الافتراضات الخيالية،
نحن أيضا نفترض ولا مانع من الجانب العلمي أو من الجانب الفكري أو من الجانب الفلسفي أن نقول أن الله موجود وهو الخالق لكل شيء. إذن نأخذ المبدأ المقارن لكي نخرج بنتيجة بين هذين الفرضين. لو أخذنا مبدأ النشوء أو فكرة النشوء عند ستيفن هوكينج، يقول نتيجة الانفجار العظيم كان هنالك حرارة هائلة ألغت فوارق الزمن والفضاء، فأصبح الزمن فضاء. ولكي يثبت الزمان المتفضئ أو الزمن المتفضئ وضع من مخيلته معادلات رياضية خيالية. أما راين جرين فذهب إلى أبعد في خياله الرياضي عما ذهب إليه هوكينج، وقال عن الوهلة الأولى للانفجار العظيم لنشوء الكون أنه الفترة الزمنية هي نحو 1 إلى 10 ملايين تريليون 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 من الثانية. أما المسافة الزمنية فهي نحو 1 من مليار تريليون تريليون من السنتيمتر. إذن نقول في المقارنة أيضا هنالك الله الخالق، كائن حي أزلي أبدي كلي القدرة، ونقارن بين تلك الافتراضات من المعادلات الرياضية الخيالية والرسوم الهندسية الوهمية وما بين الإقرار والاعتراف بوجود الله الخالق. أيهما أقرب وفق العقل والمنطق للقبول بها؟ تلك الافتراضات الإلزامية كما أشار شورترز، إلزامية بدون إثبات، ليس لها إثبات، أوهام وخيالات، نسلم بها كحقيقة أم نسلم بوجود الله الخالق؟ ليس إلى العقل والمنطق، وإنما أيضا إلى النفس. النفس تطمئن أكثر مع مسألة أو فكرة خيالية وهمية نؤمن بها، أم النفس تؤمن بوجود كائن حي خالق كلي القدرة؟ الحقيقة الوتريون بقدر ما أخذت مساحة عالية، ولكن كثير من العلماء سواء كانوا علماء الرياضيات أو الفيزياء أو الفلك لم يتفقوا، وحتى قسم منهم قالوا أنه الخيال اللي فيها ينفع إلى أفلام هوليوود لكي تنتج أفلام بالخيال العلمي، لأنه مقبولة مجرد خيال. يعني إحدى الأشياء اللي يشير إليها أنه هنالك ثقوب دودية، هي ممرات في الثقوب السوداء، ومجرد رسوم هندسية وهمية ليس لها إثبات وغيرها. لذلك نقول أن هذه النظرية بقدر ما عملت على الجمع بين نظريتين متنافرتين، ولكن الأسس ليست حقيقية، وأنها مجرد افتراضات مبنية على خيالات بالرياضيات وأيضا بالخيالات الوهمية. أكتفي بهذا القدر لحينما ألقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.